السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات ومتابعين في الدنيا. النهارده هنعمل لكم الحواوشي بقى بالطريقة الاسكندراني، وهنعمل من نفس العجينة بيتزا. وماما هي اللي هتقدم معاكم الطريقة. تابعوا الفيديو معايا، ولو انتي اول مرة تشوفيني اهلا بيكي، نورتيني. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. ويلا نبدأ بسم الله. حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمله حواوشي اسكندراني. فانا هوريكم المقادير اهيت. ادي كيلو دقيق، ودي بيضه وشويه سكر وحبه ملح. وانا بحب اعمله بالخميره البيره، بس ما لقيتش خميره بيره، فجبت خميره فوريه. كوبايه زبادي ولبن ونص كوبايه زيت على سمنه قدام منكم اهي. هنعمل هنيجي حاطه الدقيق كده اهوت كده، وهنخله بالمنخل علشان خاطر حاجه مثلا مكلكعه كده، تبقى متبقاش مكلكعه ولا يبقى فيها حاجه اهي. نيجي حاطه شويه السكر وشويه الملح اهو. وادي الخميره البيره اهي، الخميره الفوريه، معلش انا بنسى، معلش. الخميره الفوريه اهي. وادي اللبن اهو قدام منكم. اهو لو عوزناهم هناخدوهم تاني. والزبادي اهيت. ديت بقى في ناس بيعملوها بميه وخميره، اللي هو عجينه الحواوشي، بس انا بعملها بحب اعملها باللبن بزبادي، بتبقى طعمها حلو وجميله. وبنعملوها كمان في رمضان نسحروا بيها قرص، يعني دي جميله قوي حتى لو تتاكل حاف كده حلو اهي. والبيضه اهي. نقلب بقى كده اهوت. ده كيلو دقيق كويس. وبعد كده عشان انا بحب اعجن بايدي، انا كده اهوت. وادي نص كوبايه الزيت على السمنه. هي هتعوز حبه دقيق صغيرين، مش مشكله، نجيبوا حبه دقيق صغيرين نحطوه، عشان هي طريه، طلعت طريه شويه، عشان يلموا العجينه اهو. نلموها كده، يعني طلعت طريه مش مشكله، يعني ما فيهاش حاجه. تحط شويه دقيق صغيرين هتتلم معاكم، ما فيهاش اي حاجه. العجينه اهي زي الملبن اهي، بايدي، بعمل بايدي، مفيش عجان ولا اي حاجه. بص بقى احنا يا حبايبي، عجناها اهي زي الفل اهي قدام منكم. هنسيبها بقى تخمر قيمه ساعه كده ولا ساعه ونص. وبعد ما تخمر هنكون محضره بقى الحشو، لحمه مفرومه، البسطرمه، طماطم، اي حاجه كده هوريها لكم برضك حبه كده، وهنوريكم الحاجه كلها. بصوا بقى يا حبايبي، انا رجعت لكم بقى تاني اهوت. ده نص كيلو لحمه مفرومه وبصل وديت الحواوشي بنحط له يعني حبه دهن بقى، دهنه كلاوي. لازم يعني دهنه كلاوي تتحط له علشان خاطر تبقى سمينه وحلوه. ودهوت شويه بهارات وفلفل اسمر وملح كده. هنحط البصل، لو ليا حته ليا بقى عندكم، بس انا عشان ما عنديش ليا، دي دهنه كلاوي اهي مقطعاها، بس لو في ليا يبقى احلى واحلى.
وادي ايه البهارات اهي اهي، ونقلب كده اهو، ونقلب كده حلو عشان ايه تتدبل في بعضها وتتحط في التلاجة اهو زي ما انتوا شايفين اهو كده اهو. الدهنه ديت بتخلي الرغيف طري ويبقى ايه حلو، يعني بتخليه طري وحلو جميل، غير لما تبقى اللحمه حمرا خالص كده اهوت وناشفه، ده بيبقى جميل. حته ليا حته دهنه الموجود على ما ايه ما نشوف العجينه. طبعا العجينه انا عاملاها زمانها هتكون ايه خمرت، برضك لو خمرت هجيبها اوريها لكم قدامكم اهو. دي اهي، وده هوت ده بصل فلفل رومي، فلفل رومي بارد وطماطم، وده هوت فلفل ايه حراق للي يعوز، عشان خاطر لما يكون مثلا ايه حد ما بيحبش الحراق براحته اهو. ده بقى ايه ده الحشو. في عايزين مثلا لو في بقدونس ولا كده اهوت يبقى خير وبركه، مفيش انا مع فايه عملت خرطت الطماطم وخرطت الفلفل الرومي وادي فلفل حراق اهو. هنروح نشوف العجينه ونرجع لكم. بصوا يا حبايبي رجعت لكم اهو بعد ما العجينه ايه خمرت اهي، بصوا بقت ايه اهي تتقرص بقى كده واحده واحده اهي 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 بنقرصوها ايه عشان احنا الرغيف بيبقى ايه تقرصتين، وفي ممكن تعملوه زي السندوتش تقريصه واحده ويتنى زي السندوتش اهو. ادي ايه بصوا بقى احنا ايه فردناه اهو اهو، قرصنا وفردنا اهو اهو زي ما انتوا شايفين. يجي بقى جايبه ايه اللحمه كده اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هنيجي جايبه ايه فلفل اهو، فلفل اهو، الطماطم في ناس ما بتحطش لا طماطم ولا فلفل اهو اهو، خليه حلو الطماطم والفلفل اهو. هنيجي واخده بقى دي كده كده حطها كده اهوت كده اهو، وده اهو كده اهو كده اهو. التقفيله دي على دي كده تقفل اللي تحت تبقى ايه اكبر يعني اكبر من اللي فوق، تتشد عن اللي فوق اهو كده اهو كده زي ما انتوا شايفين اهوت. برضك كده اللي تحت تتجاب على الايه اللي فوق عشان ايه ما يتفتحش والحشو يطلع منه ويتعبكوا في التسويه. بعد كده ايه يتساوى كده اه. بص بقى انا ايه لما بططتهم قفلت وبططته حطيتهم هنا في الصينيه. دلوقتي انا هنكمل بقيه الحاجه اللي عندي وانا هنسويه، هنطلع نسويه في الفرن الغاز اللي عندي في البيت وهوريكم بردك وانا بسويه. بصوا بقى ايه انا شغلت الفرن اهو، الفرن اهوت الغاز عشان انا ايه حتى فوق السطح شغلته اهو، وحتى هنا اهوت حته فلفله علشان ده حراق. بسم الله الرحمن الرحيم اهو قافله الفرن، وده اهو ده حاجات اهو دول مش حراق، فانا بحط الحاجه اللي مش حراقه لوحدها عشان العيال الصغيره، والحراق بعلمه اهو عشان دول ايه فوق انا قاعد ايه انا حطيته عشان يستوى اهوت، وايه لما يستوى كده ووضبه واخليه كويس هرجع لكم تاني هوريه لكم هو مستوي.
انا بعد ما ايه ما كنت سويت في الفرن الغاز، طلعت سويت زي ما انا وريتكم. وادي ايه التسويه اهي اهو. وده هوت الرغيف تانياه زي السندوتش اهو سويه اهو. وبعدين العيال الصغيرين قالوا عايزين بيتزا، قلت ما ازعلهمش، رحت عامله لهم ايه صينيتين بيتزا بنفس العجينه، نفس العجينه هي اهي، بس حطيت لهم ايه حبه بسطرمه على حبه بردك طماطم خضره حاجات من دي زيتون اهو. عملت لهم صينيتين، وادي المخلل الخيار وادي مخلل البدنجان، وبالهنا والشفا بقى تاكلوا كده اهوت وتيجوا تتفضلوا معانا كده اهوت، تحصل الف بركه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزي ما انتم شايفين ماما عملت احلى حواوشي اسكندراني، وده بناء على طلب اخت معانا في القناة. ولو عجبكم ياريت تشجعونا باللايك، ولو عايزين اي طريقة تانية اكتبولنا في التعليقات ان شاء الله نعملها لكم قريب.